ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده كنت بجهز معاكم، فلو حابين تشوفوا الميك اب لوك ده متنسوش تشتركوا في القناه، كمان تعملوا لايك وشير. بس كده يلا نبدا الفيديو. اول حاجه هرسم حواجبي بقلم الحواجب ده من شي جلام. كالعاده ببدا ان انا اسرح حواجبي عشان شكل الحاجب يبان، وبعد كده بحدد الحواجب من تحت وبعد كده من الطرف، وبعد كده بملأ اي فراغات من قدام، وطبعا برجع ان انا اسرح الحاجب عشان يبان او يندمج مع شكل الحاجب ويبقى شكله طبيعي اكتر. وهنا القلم كان خلص الحمد لله ان انا عرفت ارسم بيه الحاجب التاني. هستخدم الكونسيلر ده من روبي روز، هستخدمه كبيز لاي شادو، وكمان هنضف تحت الحاجب لان كنت حاسه ان انا لحوست الدنيا شويه تحت حواجبي، فحبيت ان شكل الحاجب يبقى نضيف اكتر. وهدمجه على الجفن كله، ده هيساعد ان الاي شادو يثبت خلال اليوم، وكمان الالوان تظهر اكتر وما تطرش لما احطها على الجفن. وبعد ما بدمجه بالفرشه دايما برجع بالبيوتي بلندر عشان اشيل لو في اي زياده او لو في اي خطوط من الفرشه. هستخدم معاكم الباليت دي من شي جلام، دي كان اول مره ان انا اجربها. وهستخدم اللون المات اللي فيها افتح درجه، هو على بينك كده على سيموني شويه. هحطها على جفني المتحرك كله، وبعد كده هبتدي ان انا واحده واحده ادمجه على فوق. زي ما شايفين انا مستخدمه فرشه كبيره لان كنت مستعجله، عايزه ميك اب لوك سيمبل كده، مش عايزه حاجه اوفر. وزي ما شايفين بدمجه على كسره العين، ومش هحط اي لون شمري من نفس الباليت دي لان كان فيهم جليتر، وانا كنت نازله الصبح وكنت هبقى معايا ناس كتير وقريبين مني، فمكنتش عايزه يبقى في حاجه اوفر. اليوم ده كان عندي حفله في مدرسه ابني، كل الماميز بقى هتبقى موجودين، ومش عايزه ابقى اوفر في نصهم بس كنت عايزه احط ميك اب برضو يبقى شكلي كيوت. هستخدم الباليت دي من امي اوي، اخدت اللون الفاتح ده، هو لون فاتح وفيه ساتن فينش ما فيهوش اي جليتر. وبعد كده رسمت ايلاينر بالقلم الحاجب بتاع شي جلام، ايلاينر بني كده، واللي هو بيعمل شعره شعره. حبيت اعمل خط رفيع كده، مش عايزه حاجه اوفر، وبرده عند مدمع العين. وبعد كده هستخدم نفس الكونسيلر اللي هو من روبي روز، وحطيته على الاماكن اللي عايزه تغطية او عايزة تبقى منورة اكتر، تحت العين، جنب الشفايف وجنب الانف. وبدأت ان انا ادمجه بالبيوتي بلندر لاني عايزة حاجة يكون شكلها خفيف وتكون مش اوفر، لان زي ما قلت اليوم ده انا كنت هبقى معايا ناس كتير. والبلاشر ده من روز بيري، كان اول مرة برضو ان انا اجربه. هو ملمسه تحسوه جل كده، مختلف عن الحاجات التانية اللي انا جربتها، ولونه عجبني قوي، لونه بينك كده كيوت جدا، ودمجه كان سهل بالفرشة. بس حسيت ان انا لما برجع عليه بالبيوتي بلندر بيبتدي ان هو يخف او يقطع، فلازم تدمجي بالراحة ومتقعديش تلعبي كتير. خلاص حطيتيه ودمجتيه، ما تقعديش ترجعي عليه كتير بالبيوتي بلندر عشان يبقى شكله ناعم وحلو. طبعا هجربه اكتر واعمل لكم ريفيو عنه كامل ومقارنه بينه وبين كل الليكويد بلاشرز اللي انا جربتهم الفتره الاخيره. استخدمت نفس الايلاينر بتاع كريستين اللي استخدمته الفيديو اللي فات، بس المره دي حبيت ان انا اجربه جوه العين، وطلع ثابت جدا، قعد معايا طول اليوم، وكنا في حر ومسحش، وكان شكله تحفه لونه كمان واضح وقوي، والرسم بيه سهل، انا بحطه جوه عينيا كده مش بيضايقني خالص، فكان حلو قوي. وبعد كده ثبت كل حاجه باللوز باودر دي بتاعه فلورمر. بدات ان انا اثبت تحت العين، وبعد كده بالباقي اللي على الفرشه ثبت كل البشره، لان اليوم ده كان شمس شويه، فكنت عايزه شكل البشره ما يبقاش مزيت او بتاع. واخدت نفس اللون البينك اللي انا استخدمته من باليت شي جلام، وحطيته على خط الرموش اللي تحت عشان يكمل اللوك يبقى شكله ناعم. وبعد كده الماسكارا استخدمت دي من لوريال، انا كنت عامله فيديو كامل عن كل الماسكارات اللي انا جربتها ورايي فيها وايه افضل واحده وكده، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت لو حابين تعرفوا رايي في كل الماسكارات اللي جربتها. حطيت طبعا منها كذا طبقه، طبقتين كده ولا حاجه، عشان يبقى شكل العين مفتوح وحلو. طبعا كسرت الرموش دي حاجه اساسيه بالنسبه لي، هي بتفرق جدا في شكل رموشي لان رموشي قصيره ونازله لتحت، فهي دي بترفعها وبتخلي شكل رموشي يبان اكتر. الكحل كان مخلي شكل العين حلو، مبين لون العين جدا، الكحل الملون بيخلي شكل العين احلى. وبس ده كان الشكل بعد الماسكارا. بعد كده ثبت البلاشر بالكريمي بالباودر ده من كوستال سنت، عملت ميكس للدرجتين دول وحطيتهم عشان يبقى البلاشر يفضل معايا ثابت طول اليوم. بعد كده افتكرت ان انا كنت عامله شاي وما شربتوش، فشربته قبل ما احط الليبستيك. وبدات ان انا احدد شفايفي بالليب لاينر ده من ام ان،
انا مش عارفه درجته ايه، بس هو عندي من زمان يعني، ولونه بحسه قريب قوي من لون الشفايف. انا مكنتش عارفه هحط يعني ليبستيك ايه، وبعد كده في الاخر قررت ان انا هحط الليبستيك ده من جوسي بيوتي. ده استخدمته معاكم برضو الفيديو اللي فات وعجبني جدا جدا. عايزه اقولكم ان هو بيسيب تنت تحفه على الشفايف، بيبقى شكله حلو قوي بعد الاكل والشرب، بيبقى موجود، بيبقى شكله جميل مش مقطع ومش بينشف الشفايف، فكان تحفه. والرسم بيه سهل ان هو فيه بوز كده، فبحسه حلو لو انت مش عايزه تستخدمي ليب لاينر برضو. ولونه بحسه بيبقى بينك اكتر يعني خلال اليوم، لانه زي ما قلت هو فيه تنت اوريدي بيتساب، فلونه بيبقى كده، بحس لونه بيتغير حاجة بسيطة يعني. وبعد كده حطيت الجلوس ده من كافر جيرل. حسيت ان انا عايزة اخلي الشفايف جلوسي كده وتبقى مريحة اكتر خلال اليوم. وبس هو نوت كده وفي لمعة حلوة قوي، وكان برضو شكل الشفايف عجبني جدا، كان عجبني الميكس ده قوي. بعد كده حطيت الهايلايتر ده من بورجوا. هو هايلايتر ناعم جدا، وزي ما قلت لان انا هبقى معايا او حواليا ناس كتير وقريبه مني، فمكنتش عايزه حاجه تبقى اوفر وحاجه فيها جليتر، عايزه حاجه ناعمه قوي تبقى كانها جلو كده طالع من البشره، مش ان انا حاطه هايلايتر يعني. فهو كده هو خفيف قوي، فانتي لو مش بتحبي الهايلايتر الخفيفه ممكن ده ما يعجبكيش. وبس ده كان الفاينل لوك. يا رب يكون اللوك عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وكمان اكتبوا لي تحت رايكم وحابين اصور لكم فيديوهات ايه. وقبل ما امشي حابه اشكر كل البنات اللي بتدعمني وبتكتب لي دايما كلام حلو، بجد شكرا جدا جدا، كلامكم بجد بيفرق معايا وبيشجعني كده ان انا اقوم واصور واعمل لكم فيديوهات اللي انتوا عايزينها. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.